أي مشاكل لحد ما طلبت الطلاق واتنازلت عن كل حاجة وقالت خلاص أنا مش عايزة أعيش معاهم تاني. وكانت معاها ولد وبنت وأخدنا منها ولادها وكمان ابني اتجوز على عفشها، ومن جبروتي خليتها اتنازلت عن كل حقوقها. وكانت بتيجي عندي البيت عشان تشوف ولادها وأنا ما كنتش برضه، وكانت بتمشي معيطة مني، وأنا دلوقتي حاسة بالذنب من ناحيتها وصعبانة عليا قوي. ورحت أسأل على أحوالها، ناس من جيرانها قالت إنها نجحت وبتفوق وبقت دكتورة وشاطرة جدا واتجوزت ومبسوطة قوي في حياتها. حاولت أبعت لها إنها تسامحني أو حتى أقابلها، رفضت تماما وبعتت لي بالنص عمري في حياتي ما هسامحك أبدا. وأنا مش بنام من تأنيب الضمير وبدعي ربنا ليل نهار إنه يسامحني على اللي عملته فيها. وبنصح كل أم إنها تتقي الله في زوجات أولادها، لأن عذاب الضمير بيقتل. وبس كده، هي دي كانت قصتي. انتهت قصة النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.